عارف ان صورة واحدة بموبايلك ممكن تحبس اللي خبطك وتخليه كمان يجيلك لحد باب البيت، يجيلك راكع ومعتذر. تعال احكي لك استاذ عصام حصل معاه ايه لما واحد خبطه بالعربية وبعد كده سابه وطلع يجري. استاذ عصام راجل هادي كده، كان راكب عربيته وراجع من الشغل وفجأة خبطة جامدة من ورا، واستاذ عصام نزل عادي عشان يشوف العربية. اول ما الراجل التاني شافه نزل يشوف العربية راح طلع يجري. استاذ عصام وقف في نص الشارع والناس كلها ملمومة عليه وهو مخضوض ومش عارف يعمل ايه، والناس كلها ملمومه عليه وبتقول له خلاص فداك يا استاذ، يعوض عليك ربنا. وسط ما الناس كلها بتقول له كده، عصام ما سابش حقه، هو راجل هادي، ولا طلع يجري وراه ولا هيتخانق معاه ولا عمل اي حاجه خالص. راح مطلع موبايله وراح مديله صوره وراح طالع على الاسم عامل له حاجه قانونيه 100%، وراح عامل له جنحه هروب من حادث، وعلم الشخص ده درس عمره ما ينساه. الهروب اللي هو عمله ده دي خيانه امانه للطريق، يعني دي بيبقى عقوبتها الحبس والغرامة. والراجل بقى راح عمل ايه؟ راح جاله لحد باب البيت علشان خاطر يعتذر ويتنزل له عن المحضر ده. لا وكمان ايه، العربية بتاعته اتصلحت تالت ومتلت وهو ساكت. برنس. الحكاية دي بتقولك ايه؟ لو انت اتخبطت ما تنزلش تتخانق، ولو انت خبطت برضو ما تجريش عشان هتتجاب. حد فيكم حصل معاه الموضوع ده؟ ولو حصل معاك وحد هرب منك او انت هربت من حد، اكتب لنا في الكومنتات لو حاجة حصلت زي كده يعني.